اهلا بيكم في قناتنا. النهارده رجعنا لكم بفكرة مسلسلات وقائمة ممتعة وشيقة. قائمتنا النهارده هيكون فيها افضل 10 مسلسلات تركية عن قصص حقيقية. كل فترة بحاول اجيب لكم مسلسلات وافلام جديدة شيقة تتابعوها وارتبها لكم من الجيد جدا الى الممتاز، وكل مسلسل في هذه القائمة جدا ممتع. المسلسل الأول في قائمتنا هيكون مسلسل شقة الأبرياء. يجسد المسلسل قصة حقيقية ورواية شعبية شهيرة، تدور أحداثه حول قصة عائلتين، عائلة إنسي المكونة من فتاة شابة تعيش مع جدها وأخوها في شقة بعد أن تخلت والدتها عنهم منذ سنوات عديدة، الأمر الذي دفعها لتحمل المسؤولية تجاه نفسها وكل من يحيط بها، إذ تسعى دوما لعدم التخلي عن أي شخص قريب منها. أما العائلة الثانية فهي عائلة الشبهان الذي يعيش مع والده وشقيقته ثلاثة، وتربطه بهم علاقة متينة، إذ يكرس حياته لخدمة عائلته رغم معاناة شقيقته من مشاكل. ويخلق الصدفة لقاء بين كل من هان وإنسي جراء وقوع حادث سير بينهما، الأمر الذي دفع إنسي لمساعدته ومرافقته للمستشفى. وتتوالى أحداث المسلسل. المسلسل رقم 2 في قائمتنا هيكون مسلسل منزلي. تدور أحداث المسلسل حول قصة الحب الصعبة بين زينب ومهدي. زينب فتاة شابة جميلة ولدت في عائلة فقيرة، إلا أنها نشأت في أسرة ثرية، فبعد أن بلغت 7 من عمرها قرر والدها إعطائها لعائلة غنية مقابل حصوله على المال، وتقبل والدتها العرض بهدف حصول ابنتها على حياة كريمة وتعليم أفضل. Ya bu evlilik kendi hayatıma ihanet etmiş hissederim. Nermin Hanım'ın bakın benim de kızım var diye arkadaşlarına hava attığı bir oyuncaksın sen. Senin kökün bura. Seni ailemize alarak zaten büyük bir hata yaptım. Bir daha gelmeme diyorsunuz yani. Gelme Zeynep. المسلسل الثالث في قائمتنا هيكون مسلسل البراءة. اقتبست أحداث المسلسل من قصة حقيقية، حيث تتغير حياة بهار عندما تقع ابنتها البالغة من العمر 19 عاما في حب الرجل الخطأ. الحب الأول لابنتها إيليا ليس طالبا جامعيا في عمرها، بل هو رئيس والدها البالغ من العمر 35 عام، وهو على وشك الزواج من فتاة أخرى. Benim kızım var ya, tuttuğunu koparır. Öyle babasının kızıdır o. İşini bilir. Sizin kızınız hiç yanlış adama aşık oldu mu? 19 yaşına kırılmış gibi. المسلسل رقم 4 هيكون من نصيب مسلسل لتأتي الحياة كما تشاء. يتحدث المسلسل عن زعيم مافيا يقرر التوبة ليعيش حياة أخرى، حيث يصبح مدرسا للجغرافيا وسوف يغير حياة 5 شباب. وتعتبر شخصية أمين هو بطل المسلسل، مستوحاة جزئيا من قصة واقعية حدثت عام 1982 بتركيا لشخص اسمه زو العرج، وبدأ العيش بشخصية سعدي باسيلي الذي بدأ العمل في مدرسة ثانوية كمدرس جغرافيا، حيث تم تعيينه في مهمة مع المفتشة سونجول. ولكن سعدي سيتفاجأ بوجود شخص آخر في مكان عمله الجديد، وتتغير الكثير من خططه. Nerede sıcak su varsa orada kaynayan bir şeyler vardır muhakkak. Türkiye rüzgarı bol. Temiz enerji için rüzgar gücünün sürekli dönmesi lazım. Sürekli fırıl fırıl. المسلسل الخامس مسلسل الغرفة الحمراء. تدور أحداث المسلسل حول عيادة نفسية تضم أطباء نفسيين ومرضى يقصدونهم للعلاج، ويتضمن المسلسل حلقة جديدة في كل يوم تضم ممثلين جدد، وتعرض الحلقة الواحدة قصة مستوحاة من قصة حقيقية واقعية. لذا فإن المسلسل في مجموعه يتضمن مشاعر مختلفة من الألم والفرح والسعادة والحزن، والتي تمكن جميعها خلف كل شخصية جديدة تظهر على الشاشة. Bir çocuk dünyaya geliyor ama kaderi daha o gelmeden yazılmaya başlıyor. Yediği dayakları senelerdir sineye çekiyor. İnanılmaz ama gerçek. Ben namlı bir yosmanın kızıyım doktorun. Azıcık sevilmek benim de hakkım. وقبل ما نكمل باقي المسلسلات فياريت لو وصلت هنا ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو، وده لو اول مرة تشوف فيديوهاتنا ما تنساش تنزل تشترك في القناة وتدوس على زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا. المسلسل رقم 6 مسلسل ذات أخرى. تتمحور القصة حول 3 صديقات
إيدا الجراحة التي حصلت على فرصة للسفر إلى الخارج لتكون جزءا من فريق بحث، وسيفيجي المحامية الطموح التي تعاني من المرض، وليلى شخصية مؤثرة مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتركز اهتمامها على زوجها وابنها الوحيد. وبدأت هذه الصداقة أثناء الدراسة وتعززت بمرور الوقت، على الرغم من امتلاك كل من هذه الصديقات الثلاثة شخصيات مختلفة عن الأخرى، إلا أنهن في أحداث المسلسل يكونون دائما بجانب بعضهن البعض في الأوقات الجيدة والصعبة. والدوام اللي ما عم نقدر نطلع منها ونتعمق فيها. بدي يطلع رجال ظريف قدامي ويحبني مثل ما أنا ويكون حب حقيقي لو سمحتي. المسلسل السابع في قائمتنا مسلسل عروس اسطنبول. تدور أحداث المسلسل حول الصراعات الاجتماعية بين الطبقة الفقيرة والغنية، وتجسد دور البطلة فتاة جميلة تدعى ثريا، والتي كانت تعمل كمغنية بالإضافة إلى موهبتها في العزف على الكمانجا. أما عن فاروق بطل المسلسل فهو شاب وسيم من عائلة برهان التي كانت ثرية جدا ومعروفة بشكل كبير في البورصة، ويذهب فاروق إلى أحد المطاعم التي تعمل بها ثريا ليرى هناك ثريا ويقع بحبها بصورة كبيرة، ويتوج فاروق حبها بطلب الزواج من ثريا بسرعة كبيرة. المسلسل رقم 8 في قائمتنا هيكون مسلسل رامو. تدور المسلسل حول رمضان الذي يعيش عائلته في حي شعبي فقير متواضع، حيث تعمل عائلته عند أحد العائلات البرجوازية تحت القواعد أو القوانين الخاصة بهم. ويعمل رمضان حارسا شخصيا لدى أحد أكبر رجال الدولة، ويلتقي رمضان بابنة رئيسه في العمل ويقع في حبها، وتتوالى أحداث المسلسل. Ben yalnız aklımın kararını, vicdanımın emirlerine itaat ederim. المسلسل اللي قبل الأخير معنا هو مسلسل أميرة بلا تاج. يدور المسلسل حول فتاة صغيرة تدعى ماسال، والتي نشأت على حكايات والدتها الخيالية التي ترويها لها، وتتحول مارسال ضمن أحداث المسلسل إلى فتاة شرسة شريرة تستطيع أن تفعل أي شيء، في حين أن أول شخص تتلقى منه الدعم هو معلمها، وتنقلب الأمور رأسا على عقب للجميع بمرور الوقت. أما المسلسل رقم 10 والأخير في قائمتنا هو مسلسل فتاة النافذة. تدور قصة المسلسل حول ناران، الفتاة الجميلة التي خسرت والديها بحادث سير في عمر صغير، وتتوالى رعايتها جدتها التي تحرص على توفير حياة كريمة لها. وبعد أن تخرجت عملت كمهندسة معمارية في شركة شهيرة، وتبدأ الأحداث بالإثارة عندما تلتقي نالان بابن صاحب الشركة التي تعمل فيها وهو سيدات، وتدور بينهما العديد من المواقف نتركها لكم عند مشاهدتكم للمسلسل. كده خلصت قائمتنا النهاردة. اكتب لنا كومنت بالمسلسل اللي شايف انه رقم 1 في قائمتنا، وايه المسلسلات اللي ظلمت وشايف انها كانت تستحق انها تكون في قائمتنا النهاردة. كان معكم احمد، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.